وشكرا للملتقى الإذاعي والتلفزيوني على هذا الاهتمام المستفيض. ما مر أسبوعا إلا واعتلى منصة التكريم والاحتفاء أحد الشخصيات المبدعة في الفن والأدب. شكرا لكل الأخوة والأساتذة في الاتحاد لأنهم يعملون دونا عن جميع الاتحادات بإخلاص عالي. سأبدأ من البداية. عام 78 كان عمري 15 سنة، قدمت على معهد الفنون الجميلة. والدي الله يرحمه كان يعني معلم مخضرام، من الأساتذة القدماء مو الأساتذة الجدد. فبين عدم القناعة أنه أقدم للفنون وإصراره أنه أكمل إعدادية حتى أروح كلية زينة، وبوقتها يعني وعينا كان ضعيف، يعني ما أقدر أقول عليه قبل إصرار على ممارسة الإبداع ومدري شنو. قبل ما نفتهم كنا جهال وبعدنا ما قارين، حدنا المجلة والمزمار. هسه الوضعية اختلفت. قبل كنت أسميه أنا عناد، عاندت إلا أروح إلى معهد الفنون الجميلة. يتأخر القبول في معهد الفنون الجميلة فترة طويلة، إلى أن يعني بدأت السنة الدراسية وصار الشهر ال11 وأني بعدني ما مداوم معهد الفنون الجميلة. فالوالد بصراحة أحكيها، الوالد قال لي جماعتك راح يخلصون السنة الدراسية وأنا محضر لك عربانة تقدر تشتغل بها بالعلوة. هذه يعني أول نكسة كانت بالنسبة لي. بعدها من طلع قبولي في معهد الفنون الجميلة تسلسلي بالقبول ثاني اسم، ومن اجى والدي الله يرحمه إلى معهد الفنون الجميلة قبل أن يعني ألج إلى الدراما العراقية ويعني أصبح بشهادة الصحافة. ربما يعني أعتقد أني قدمت شيء يعني يرضي المتلقي العراقي بتستر عالي، بغض النظر عن الإسفاف الحاصل الآن في الدراما العراقية وغيرها. الوالد من اجى للمعهد وشاف اساتذتي فرح كثيرا، لذلك انا كنت يعني مصر ان احقق له الشيء اللي هو يحبه. بعد معهد الفنون الجميلة وتخرجي من عنده عام 83 تلقفتنا الحروب التي ما انزل الله بها من سلطان في فترة حكم النظام السابق، واخذتنا حرب الخليج الأولى، يعني مآخذ جعلتنا ما لنا علاقة يعني بالاشتغال العملي، فقط اشتغلنا على أن نطور عقولنا بين القراءة وبين اليسيم والاسترح والاستاعد. كان الكتاب رفيق درب أو رفيق رحلة في الخدمة العسكرية. بعد أن سرحنا بفضل رب العالمين رجعت للمسرح، رجعت في مسرحية الردة اللي قدمت من مسرح بابل، وأخذت عليها بالمنتدى جائزة أفضل ممثل، والحمد لله والشكر. يعني بدأت الأعمال تتوالى. عام 95 تحديدا في الشهر السابع أتذكر كان صادف يوم خميس 20/7/1995 كان أول يوم أوردر تصوير لأول مسلسل في حياتي، هو مسلسل غرباء. رغم عدم قناعة هشام خالد في تلك الفترة بي كممثل، لأنه يعني كنت معلم وبالريف العراقي، والمعلم بالمحافظات قبل عندنا القميص المربعات عيب، فنلبس كله سادة. وشخصية فاروق شخصية تمتلك مواصفات البطل الشعبي اللي يعني يدافع عن ولد منطقته، يدافع عن أصدقائه، يدافع عن بنت المنطقة. مع العلم يعني الحمد لله والشكر هذه كلها انتهت الآن، بعد ما حد يدافع لا عن المنطقة ولا يدافع عن الجيل. وهذا يعني هذا إجحاف بحق الخلق العراقي، يعني وكأنه يعني سقوط النظام السابق هو ليس سقوط النظام السابق وإنما سقوط للأخلاق. وللأسف يعني المجتمع العراقي مجتمع شريف، مجتمع مثابر، مجتمع يختلف عن كل المجتمعات العربية. يعني لا تتوقعون انه عندما يعني نذهب الى مهرجان مسرح
اولا كمشاركه يحسب حساب للوفد العراقي، وكخلق ايضا يحسب حساب للشخصيه العراقيه سواء كان فنان او فنانه. الالتزام عالي، ما ان تتخطى خطوه واحده خارج حدود الوطن تبقى يعني تصير همنا الشغل الشاغل هو الاخلاق وعكس خلق الشخصية العراقية في كل المحافل الفنية والتربوية وغيرها، وهذه شواهد كثيرة. نرجع إلى مسلسل غرباء. هشام خالد بأي شكل من الأشكال حاول يطلعني من مسلسل غرباء، ليش ما أدري. فسأل أحمد هاتف يعني كاتب الرائع اللي ألف غرباء، قال له الخاطر يوافق مازن، أنت ما تعرفه، أنت ما شايفه على المسرح، بس أنا أقول لك مازن يعني أنت تريده ما مؤدب. قال له يريده ما مؤدب لأنه فاروق شخصية كواحد عراك يعني. قال له مازن كلش مؤدب، معلم يا أخي. فقال له بس وافق وشوف أنت. فيعني بفعل نفسي يعني مصيري تحملت هذه اللمسة من هشام خالد. وأول يوم تصوير يوم يصادف يوم خميس 20/7 قال لي ما راح أخليك باكر تصور، أريدك تجي تشوف شلون الممثل يتعامل مع الكاميرا، وثاني يوم نصور له. هذه نكسة أخرى في حياتي. ثاني يوم صورت أول مشهد بالضبط الساعة 11:03 يوم الجمعة، وراها هشام خالد صار صديقي، انتهى الموضوع من أول مشهد. وبدأت الأعمال، يعني الأعمال كثيرة والحمد لله والشكر اللي قدمتها أنا أعتقد بشهادة الصحافة وشهادة أساتذتنا اللي يعني تعرفنا عليهم يعني بالتلفزيون العراقي السابق وغيره، والآن ما زالوا هم مستمرين بالعطاء والعمل. وأذكر من عندهم يعني أخي وصديقي ويعني حبيبي الدكتور أبا أصيل، الدكتور صالح الصحن، اللي عندما يسألوه في أي لقاء إذاعي أو تلفزيوني من تريد وياك ضيف، يقول لهم أريد مازن محمد مصطفى. الحمد لله والشكر. يعني أنا أشكر هاي السمرة الجميلة. حياك الله. وبعدها يعني ما زلت متواصل أيضا. يعني الآن أنا في دائرة السينما والمسرح، تركت الإدارة وتفرغت تماما للفن. الآن اكو محاولات يعني من الدائرة لتغشيشي على منصب، ولكني أرفض كل المناصب، وأعتقد غمز لي صار قحطان. لا ما أريد لا والله ما أريد. نشكر حضور الأخ الأستاذ علاء رضا المخرج الجميل الصديق العزيز، وشكرا لحضور الصحفي الأستاذ أثير البغدادي. عاش من شابك عمي، سلمك ويحفظك. شكرا جزيلا. اليوم لأنها